السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد، يوم سعيد علينا وعليكم إن شاء الله. كلمة الحرية هي كلمة كبيرة قوي، كلمة قد تكون إحنا فاهمين معناها أو مش فاهمين معناها. في ناس كتير بتقول لك أنا حرة، حرة في لبسي، حرة في كلامي، حرة في طريقتي، حرة في مشي، حرة في كل حاجة. كمان في ناس بتقول أنا هخص النهاردة الحرية بالذات للحرية للسيدات أو البنات. البنات بالذات لو أنت بنت، الحرية معناها حاجة واحدة بس، حاجة واحدة ان انت تقدري تعبري بيها عن وجهة نظرك لو وجهة نظرك صحيحة وتعبري فيها وتحترمي وجهة نظر الآخرين. الحاجة التانية، الحرية مش حرية في اللبس ولا حرية في الكلام ان انا اتطاول على غيري سواء بالكلام سواء بالفعل سواء بأي حاجة او انا اجرح غيري. النهارده بقت الحريه ان انا اقول الكلام اللي انا عايزاه وما يهمنيش مين اللي واقف قدامي وما يهمنيش مين وما يهمنيش سنه وما يهمنيش مقامه وما يهمنيش اذا كان ابويا او امي او اي حد، المهم ان انا بعبر. طب تمام، عبري زي ما انت ما عايزه، لكن لما تيجي تعبري عن حريه وتيجي تتكلمي بحريه لازم انك تراعي كمان ان اللي قدامك ده شخص كبير وتعرفي كويس قوي مين اللي واقف قدامك ومين اللي بيتكلم معاكي. اما نيجي نقول الحريه في اللبس، لا والله ما فيش حريه في اللبس. انا الحريه اللي في اللبس اللي ما يؤمر بدينك، اللبس اللي هو ما يكونش شفاف، ما يكونش لبس خارج، ما يكونش لبس يعني لا يشف ولا يرف زي ما بيقال، وفي نفس الوقت يكون لبس محتشم، لبس ان انا اقدر امشي بيه في الشارع، ما يكونش يعني ابص الاقي الناس تبص عليا في اللبس او الناس اللي بتلبس البناطيل الضيقه جدا وبتلبس البلوزات الضيقه على الجسم. لا، البسي ما يأمرك بدينك. ولابسه اشارب على راسك. اولا الاشارب ده لازم ان احنا نحترمه، لازم لما اجي البس اشارب على راسي لازم احترم ان انا الاشارب ده في هدومي في ملابسي في تصرفاتي في كل شيء. يمكن انا بشوف ناس مش محجبين ولبسهم في منتهى الحشمه وفي منتهى الادب وفي منتهى الحاجات. الشرط مش شرط حجاب، لكن انا بتكلم على كل واحد ان هو لو انت لابسه عايزه تلبسي ضيق او عايزه تلبسي، انا مش هحجبك على تصرفاتك او انا مش هقدر ان انا امنعك عن التصرف ده، بس لازم ان انت تراعي اللي انت حاطاه على راسك، سواء طرحه سواء اشارب سواء اي حاجه، كل حاجه فيها حريه. لكن الحريه في اللبس مش الحريه في اللبس ان انا البس الضيق والبس الخفيف واللي بيشف واللي بيرف وكل الكلام ده. الحريه في اللبس ان انا البس اللبس القيم، اللبس الجميل، اللبس اللي امرني بيه ديني. في نفس الوقت حريه مش في الكلام، الحريه مش ان انا اقعد اتكلم كلام ومراعيش مين اللي قدامي، اذا كان ابويا اذا كان امي اذا كان اخواتي الكبار، اذا كان لازم يكون الحريه. اذا كنا هنقول الحريه في الكلام يبقى الحريه كمان ان احنا يعني نعبر عن وجهة نظرنا حاجات في منتهى الادب منتهى الذوق، ونكون ناس عارفين ازاي احنا بنتكلم ازاي، مش لمجرد ان انا خدت الحريه لمجرد ان انا فتحت باب الحريه على اخره واقعد اتصرف التصرفات اللي لا تليق بيا كمسلمه او كاي ديانه تانية، لا ما اطلقش بيها كل الكلام ده. احنا بنناشد بناتنا بنقول لهم يا ريت تعلموا شيء، ان مش باللبس الضيق هتبقي حلوه، مش باللبس القصير هتبقي حلوه،